السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد النهار إن شاء الله غادي نتعلموا واحد الحاجة اللي تري امبورطون في ال HTML واللي هما الفورماتينغ إليمنتس ولا عناصر ديال التنسيق. هما هادو عناصر التنسيق واللي هي طريقة كيفاش ننسقوا لي زيليمون ديالنا. عندنا شوية ديال العناصر زوينة، تقدر عن طريق ديالها دير واحد الفورماتينغ لي زيليمون ديالك، يعني تقدر دير دي موديفيكاسيون بلا ما تحتاج لغة CSS ولا جافا سكريبت. ودابا ان شاء الله غادي نبداو باول حاجه واللي هي البي. ندير لكم هنايا واحد كومونتير البي اللي هو كيتسمى بول تكست ولا اون تكست اون غرا، داكوغ، ولا واحد التكست عندنا عريض، واحد النص عريض. عندنا هذا باغ اكزومبل غادي نجيو نستعملوه هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا في لاباج. عندنا HTML يعني لونغاج امبورطون بور لو ويب. نجيو لهنايا هاد ال HTML هادي شنو غادي نديرو لها؟ غادي نعطيوها العنصر اللي سميتو بي. غادي نجي نكتب هاد ال HTML ونديرها في وسط بي هنايا بي كوم سا. نجيو شنو تلقاو بلي هاد ال HTML ولات اونغرا. هنا واحد العنصر اللي مطابق تماما بحالها يتسمى سترونغ. غادي تلاحظوا مثلا نجيو نطبقوا على هاد امبورطون، داكوغ سترونغ. وهاد سترونغ تعني امبورطون تكست اللي كيكون تري امبورطون. كما كتشوفوا معايا هنايا راه هو حتى هو ولا واخد واحد لو مود غرا. شنو الفرق؟ كتقول لي ما بين بي و سترونغ. هنا فين كاين الاشكال. بي هو واحد موديل كنكتبوه غير هكاك باش ناخذوا واحد ستيل اكسيتيرا، بينما سترونغ شنو تتمشي تتهضر ديريكتومون مع البروزر ولا النافيغاتور ديالك، كتقول له بلي هاد التكست هذا اللي كاتبين هنايا راه تري امبورطون وجوجل تيفهمها وتهتم بها اكثر وتعطيها واحد لامبورطونس. السيت ديالنا اللي هو كيف ما قلت لكم عنده واحد التأثير إيجابية في محرك البحث اكسيتيرا. شحال ما كان الكود ديالي منظم شحال ما كان يكون محرك البحث كيبان دغيا، كيبان من الوالا. ومن الأحسن تفرق بيناتهم ملي تجي تستعملهم، تعرف ان بي غير بوغ لو ستيل وسترونغ هي ملي تنبغي ندير شي حاجة امبور. ملي غادي تتعلم ان شاء الله لغة CSS راه غادي تولي تدير هادشي هذا لا ما تحتاج لا بولد ولا سترونغ ولا حتى شي حاجه. اوكي، ندوزو دابا ان شاء الله نشوفوا واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي سميتها الاي. غنجيو غادي نهزو لو ميم تكست نديرو له كولي نزولو شي هكا ويجي لنا بحال هكا عادي ما فيه حتى شي حاجه. شنو قلنا هي اي هي كتعطينا واحد لو ستيل ايطاليك للكتابه ديالنا ولا النص ديالنا ولا الكلمه ديالنا، داكوغ. وفي نفس الوقت كتجي واحد الحاجه اللي تتشبه ليها تماما بحال بي وسترونغ، هنا المقابله ديالها كتسمى او ام. غادي نتيستيو او ومورا غادي نتيستيو او ام. باغ اكزومبل هادي نجيو نديرو لها هنايا مثلا اي ونهزوها كلها بحال هكا. وهنايا تشوفوا ان HTML شوفوا هادي معايا دات واحد الستيل ايطالي، ولكن من الافضل نستعمل او ام. غادي نجيو لهنايا غادي نهزو هاد نبدلو هاد اي هادي مثلا نبدلوها ب او ام. كما غادي تلاحظوا معايا تعطينا لو ميم ستيل. انت ديفيرونس جوج بيهم يتسمى تكست ايطاليك ستيل ايطاليك. وراني قلت لكم الفرق بيناتهم ماشي في الكتابه ولكن في طريقه الكتابه. او ام احسن من اي، سترونغ احسن من بول. دابا لا جيت كتبت واحد الجمله وبغيت واحد الكلمه تكون في وسط منها معلمه، هنا واحد الحاجه اللي سميتها مارك. نجيو لهنايا نحلو واحد اخرى و HTML très important. وبغيت هنايا هاد لونغاج دو باليزاج تجي باينه عندي معلمه. شنو غادي ندير؟ غادي ندير هاد لو تاغ اللي سميتو مارك. نهز هاد لونغاج دو باليزاج ندير له كوبي ندير له كولي هنايا. لاحظوا معايا راه عطاها واحد لو ستيل ديال الماركاج كيماركيها بان هاد الجمله هادي راه تجي واضحه. داكوغ اكزومبل الا جينا لهنايا ودرت كنترول اف عطاني لا بار دو ريشيرش مثلا ونكتب هنايا HTML. ما غادي تلاحظوا معايا اللي ملي كنكون كنبحث راه كتعطيني كاع ديك الكلمات اللي يثيروا الانتباه ديالي اللي كيو HTML غادي نلقاوهم هنايا. هذا هو الدور ديال ما عندنا. عاوتاني واحد الطاغ اللي سميتها او. في نفس الوقت كاينه واحد الطاغ اللي كتشبه ليها تماما سميتها انس. وهاد الجوج لي طاغ عندهم نفس الخاصيه نتاع سترونغ بي نتاع او ام ايطالي اللي هي او و انس. هنا هادي نديرو لها كوبي كولي غادي نديرو مثلا هادي نديرو لها او غادي نهزوها على هكا نحطوها في وسط هاد او. غادي نجيو هنايا شنو غادي نلقى؟ كريي دي باج ويب. كما كتشوفوا معايا عطاتها واحد السطر من تحت منها. اوكي ولا باغ اكزومبل غادي نجي لهادي النيت اللي فيها مارك ندير لها انس غتعطيني نفس الحاجه لونغاج دو باليزاج حتى هي من تحت منها واحد. شنو هو الفرق ما بيناتهم هنايا؟ ماشي في الكتابه ولكن في لامبورطون ديال البروزر كيدير يقراها وكيدير جوجل
يبينا لي في ظهر الكتله. وعندنا كذلك واحد الطاغ اللي سميتو سمول. ديروا لي هذه كوبي كولي على هكا. نشرح لكم شنو هو الدور ديال سمول. مثلا عندي واحد الجمله وبغيت ديك الجمله نصغر فيها واحد الباراغراف، ولا نصغر فيها واحد الكلمه، ولا نصغرها كامله اكسيتيرا، وتجيني واضحه وصغيره في وسط واحد التكست ديالي اللي كيكون كبير، ولا بغيت نيوريها ولا شي حاجه بحال هكا، كنستعمل هاد لو طاغ ديال سمول. par exemple هاد لونغاج دو باليزاج بغيت نردها سمول. شنو غادي ندير؟ سمول بحال هكا. نجي نشوف هنايا غادي نلقى بلي هاد سمول هاد لونغاج دو باليزاج دات واحد التكست اللي هو صغيور وما واضحليش. انا تنحاول نعطيك اي حاجه اللي تقدر تستعملها في المستقبل بحال هكا، تكون تعلمتي بزاف ديال الحوايج اللي تري امبورطون في الفورماطاج ولا في لي زيليمون دو فورماطاج. اوكي، هنا واحد الطاك اللي سميتو ديل. ديروا هنايا واحد الكومونتير ديل اللي هو ديلي تكست. شو تيدير لنا هاد الديل هذا؟ تيدير لنا الديل هذا تيمسح لنا ولا كيشطب لنا على واحد التكست اللي حنايا عندنا. اغلبيه تنستعملوها مثلا في لي سيت ديال في لي سيت نتاع البيع والشراء. باغ اكزومبل عندي واحد المنتوج ديالي حط له واحد لاصوم مثلا ديال $100، وبغيت مع الوقت دوز لي واحد 3 شهور ل 4 شهور وبانت ليه هكذا، وبغيت ندير فيه واحد البروموسيون وفكرت نطيح له الثمن مثلا ل $80. غادي نجي لهنايا وغادي نديروها مثلا هنايا. غادي نشوف الطريقه الاولى كيف ما كتشوفوا. غادي نجي لهنايا غادي نكتب لكم مثلا واحد الطريقه اللي هي واحد اخر. مثلا جيت لهنا كتبت لك مثلا عندي واحد برودوي مثلا كيفو $100. نجيو لهنايا شنو غادي نشوفوا هادي باش مابقاش ميتيرونجي هنا. نجي لهنايا عندي واحد برودوي تيسوى مثلا $100 وانايا بغيت ندير له بروموسيون. غادي نستعمل ديل بكل بساطه. نجي لهنايا هذا راه كيساوي لي $100، دابا كيساوي $80. بغيت نزول هذا ونخلي $80، ولكن هذاك اللي تيشري من عندي ما يعرف ان الثمن هذا ديالو كان كيساوي $100. فهمنا شنو غادي ندير له؟ غادي نستعمل له ديل بحال هكا، وغادي نجي نحط $100 هنايا هكا. غادي نشوفوا النتيجه. عندنا هذا البرودوي كان كيساوي $100، دابا درنا له واحد البروموسيون ولا كيساوي $80. وكما قلت لكم هاد الديل هادي راه كنستعملوها في منتوج مثلا دايرين له 90، دايرين له مثلا 200، كتلقى دايرين واحد 120 كيديروا له واحد الريدكسيون مثلا 60% دونك اكسيتيرا بحال هكا. ولا نديروا لها بواحد ستيل واحد اخر، نديروا لها بحال هكا حنايا عاوتاني لا مارك ريدكسيون ديال 60%. عندنا واحد جوج نتاع لي طاغ اللي كنستعملوهم. باغ اكزومبل الا كنت انايا محتاج نصوب واحد السيت وفيه ديك السيت شنو في وسط منه واحد اللونغاج دو بروغراماسيون بحال جافا ولا بحال بيتون ولا نيمبورط كال لونغاج. شنو تندير؟ نستعمل واحد الحاجه سميتها كود. ولا مثلا عندي واحد الجمله بغيتها تبان لي بحال شي كود. باغ اكزومبل نهزو هاد الجمله هادي بغيت انايا تبان لي بحال شي كود بحال هكا، بغيت تبان لي بحال شي كود. نولو منها السمول هادشي كامل ندير عليه كليك. غادي نجي ندير لها هنايا كود. الوغ نجي لهنايا نزيد الجمله كيف ما هي اوكي في وسط الكود. شنو غادي تجيو تشوفوا هنايا تلاحظوا الطريقه ديال الكتابه ديالها مبدله تماما على الكتابه ديال السيت ديال HTML. اغلبيه كنستعملوها كي قلت لكم في سيت اللي كنستعمل فيه اللونغاج دو بروغراماسيون. باغ اكزومبل عندي واحد البي، ديك البي عندي واحد الكود، ديك الكود مثلا عندي واحد الكونسول لوغ الهلو اللي كتبان لي بحال هكا. يجي معاه في المقابل يجي معاه واحد الطاغ اللي سميتو سامب. هاد سامب كيكون بحال هو الريبونس نتاع ديك الكونسول لوغ. داكوغ نديرو سامب. نجي لهنايا وتنكتب هلو، ياخدو لو ميم ستيل الكتابه ما غادي تشوفوا هنايا بحال هادي ماجيسكول وهادي مينيسكول. انا ردهم بجوج بهم مينيسكول لا ماجيسكول. لاحظوا بان عندهم نفس لو ستيل ديال الكتابه. عندنا واحد جوج حاجات قليل فين غادي نستعملوهم ولا فين غادي نخدموا بهم. ومع ذلك الا كنتي مثلا كتصوب واحد السيت مثلا شي سيت سيونتيفيك باغ اكزومبل وتحتاج فيه لي مو كلي باغ اكزومبل نتاع الشيمي اكسيتيرا، كتحتاج فيه دي مو كلي مثلا ماتيماتيك، ضروري غادي توقف على هاد جوج لي طاغ ديال الفورماطاج اللي هما سوب اللي كيتسمى سبسكريبشن وعندنا سوبرسكريبشن. الفرق بيناتهم ما غادي نشرح لكم دابا. باغ اكزومبل عندي واحد البي، ديك البي مثلا عندي مثلا واحد التكست اللي سميتو H2O بحال هكا نديروها ماجيسكول H2O. انايا هاد H2O بغيتها تبان لي هنايا مكتوبه H2O كيف ما كتبان كيف ما كيكتبوها لي سيت نتاع الشيمي وكما قريتها انايا
بينما هنايا راه ما باينه ليش كيف ما خصها تبان. الوغ شنو غادي ندير ليها؟ غادي ندير ليها هاد الطاق هذا اللي سميتو تيوب. الوغ نجي لهاش 2 غادي نحل هنايا، غادي ندير هكا، غادي نسد هزات 2 غادي نمسحها من هنا، نجي نحطها هنايا هكا. لاحظوا الفرق، هي هنايا ولات هاش 2 زو. شنو غادي ندير؟ عندي الطاق الثانيه واللي حتى هي تقدر تستعملها الا كنتي كدير شي حاجه ولا كتكتب شي كود، على شي كود مثلا محتاج واحد الحاجه ديال المات. هنا هاد الطاق هادي اللي سميتها سوبرسكريبشن، اللي شنو هي باغ اكزومبل عندي واحد البي، بغيت نكتب مثلا 10 أس 5، ما عنديش كي ندير نكتبها حيت هنايا غادي تبان لي 105 لا 105. الوغ شنو غادي نجي ندير هنايا؟ غادي نمسح هاد الخمسه وغادي نكتب هنايا، غادي نكتب نجي لهنايا ونكتب 5 تعطيني الاس. اوكي متفقين؟ ايوا وهذا ما كان. واليوم كيف ما شفتوا معنا راه تعرفنا على لي زيليمون دو فورماطاج، عرفنا باللي هما العناصر الاساسيه اللي تقدر تخدم بها ولا تفورماتي بها الكود ديال فلاش تي ام ال بلا ما تدخل فيها لا جافا سكريبت ولا سي اس اس اكسيتيرا. نتمنى يكون هذا الكور هذا سهل وبسيط وعجبكم، ونتلاقاو في درس جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.